بص كده، عايزك تتامل معايا الجمال ده. كلنا لما بنشوف تابلوهات زي ديت بنقعد نسال نفسنا هو احنا ممكن نعمل تابلو زي دوت في يوم من الايام؟ في الحقيقه تعال اقول لك ازاي. قيمه التابلو ده دلوقتي تعدي ال1000 جنيه بسهوله. بس انا عايز اقول لك على حاجه، كلنا لما بنشوف حاجات زي كده بنسال نفسنا هو احنا نعرف نعمل حاجه زي كده في يوم من الايام؟ نعرف نعمل حاجه زي كده في يوم من الايام، وانت ما قدامكش غير طريقين. اما ان انت تتفرج على فيديوهات، تقعد ساعات كتيره قوي بتتفرج على فيديوهات وتجيب ماتيريال وتجرب وتتعلم من اخطائك اللي هتغلطها عشان توصل للتقنيات اللي انت تقدر تطلع بيها الاشكال الحلوه ديت، او ان انت تاخد كورس عند حد شاطر طلع الحاجات دي قبل كده هيوصلك للحته اللي هو واصل لها. يعني انت هتبدا من الحته اللي هو وقف عندها. ده معنى ان انت هتختصر مجهود وهتوفر فلوس وهتشتغل على طول، هتبدا تنتج صح من الاول من غير ارهاق من غير مجهود، وهيبقى معاك سر الصنعه زي ما بيقولوا. الحلو بقى ان احنا الفتره ديت عاملين باكج كورسات كامل على بعضه عشان يبقى عندك خبره كويسه في فن الريزن وخبره كويسه في فن الديكوباج، وتقدر تعمل معاهم ميكس. ولو انت شاطر تعرف تعمل ميكس بين الديكوباج والريزن والاكليديك بورينج هتطلع حاجات جميله جدا جدا. الافكار ما بتخلص، والمجال ده مليان افكار ومليان ابداع. اسالنا تحت في الكومنتات على عرض الكورسات المسجله اللي احنا عاملينه دلوقتي واستفيد بالعرض.